وهم مش عارفين يأمنوا زوج بنتهم. يا ابني انت مخوننا ولا ايه؟ ده احنا مدينك لحمنا. فدي اماره بتقول لك اطلع من البيت بنته. ليه التامين؟ فاحنا بنقول للشباب لو جبت مهر اتفقت عليه مقدم واحفظ حق البنت وما تقوليش اصل المأذون هياخد عليهم كذا، مش مشكله، ما كنتش اتفقت من الاول. في القسيمه بقى بنقول له اكتب خانه كده في الاشتراطات الخاصه في السنه، اصل انا ممكن تخطف عيالي. تقوى ربنا هي الورقه دي ولا كل اللي احنا قاعدين نقوله بقالنا ساعه ولا ساعه ونص؟ منظومه كبيره جدا لازم الناس تركز ليها، علشان لما بنيجي في المشاكل بقول له هات لي حاله واحده اتزوجت بالكلام اللي انا بقوله دوت ورماها في الشارع او باع طلب. قال لي ايه؟ قلت له ممكن تروح تلف لفه في محكمه الاحوال الشخصيه، اقسم بالله حتى لو بقى في طلاق بعد كده هتلاقي في تراضي وفي احترام وفي كامل وفي بركه في الحياه بعد كده. موضوع التامين ده ليها وليه؟ نعم، يعني ده موضوع شائك جدا. ليها وليك ده مهم جدا. لان احنا مش بنتكلم على طرف واحد. خلي بالك احنا مش بنتكلم على طرف واحد. ليها وليك ليه؟ احنا بنأمن ليه؟ انت سألت نفسك السؤال ده قبل كده؟ يعني انا ليه لو انا كتبت مؤخر، واحنا بندعو الشباب ان هم يخلوا كل مقدم مش لازم مؤخر، بس لو كتب مؤخر يكتب يوثق في قسيمه الزواج. ليه بنقول يوثق في قسيمه الزواج؟ عشان ده حق البنت. وثقوا اكتبوا، ما تقول لهمش والله اصل انا انتوا مش ضامنيني، انتوا مخونيني. الكلام ده مش مظبوط. ما بنتكلمش بيه كده في العقود. انت حددت لها حاجه فاكتبوه على طول، اكتبوا. طيب لما تيجي دلوقتي تلاقي الناس بتتزوج وهم مش عارفين يأمنوا زوج بنتهم، ولما يجي يقول لهم اصل انا بعمل كذا في الدقائق الصغيره اللي احنا بنقولها لهم دي، يقول له يا ابني انت مخوننا ولا ايه؟ ده احنا مدينك لحمنا. ايوه حاجه، ما انت مديهوله وامنت بنتك برضو عادي. انت زعلان ليه ان هو بيامن نفسه؟ فدي اماره بتقول لك اطلع من البيت. دي اماره بتقول لك ما تكملش في البيت. ما ده انت بتكمل ليه والراجل اصلا مش عايز يامنك زي ما بيامن بنته؟ ليه التامين؟ عشان نسد الثغرات بتاعه الشيطان علينا. انت مش عقيدتنا اهل سنه وجماعه ان الايمان يزيد وينقص؟ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، صح ولا لا؟ طيب انت دلوقتي ايمانك قوي وبتقول لها المؤخر ده على رقبتي والمهر بتاعك وبتاع طب انت الشيطان لعب بيك في يوم من الايام. انا ببرأ نفسي من كده وانت تبرأ نفسك من كده. طب الشيطان لعب بيها. طب الشيطان ليه اخليه يدخل في حياتنا بعد كده وانا معتقد كاهل سنه يا جماعه ان الايمان بيزيد وينقص؟ اخليه يلعب معايا ليه؟ طب ما انا على طول أأمن نفسي واسد الثغرات اللي عليا انا كمان عشان انا ما اظلمهاش. فاحنا بنقول للشباب لو جبت مهر اتفقت عليه مقدم ومفيش مؤخر، اكتب المقدم في قسيمه الزواج حتى لو ذهب، فقطوا ذهب. وانا منزل صور كتير للشباب على طول بنزلها لهم. اكتبوا ذهب في المقدم في خانه المقدم، ما فيش حاجه اسمها جنيه مقدم وانت دافع اصلا ذهب. اكتبوا ذهب. ولو ما فيش مؤخر اكتب لا يوجد. لو في مقدم مثلا 20 ومؤخر 50، اكتب المقدم 20 والمؤخر 50 واحفظ حق البنت وما تقوليش اصل المأذون هياخد عليهم كذا، مش مشكله، ما كنتش اتفقت من الاول. ما تقوليش المأذون هياخد عليهم كذا. وتاني حاجه لما تتزوج اعمل حسابك ان انت هتجهز شقتك كلها، بيتك كله. الشرع لم يلزم المرأة بأي شيء في الزواج. المرأة دي ما بتتزوج بتعمل ايه؟ ما بتطلع مش بشنطه هدومها كمان. ده هو احنا بنقول لهم هاتوا كسوه عشان ابوها لو طلعها بشنطه هدومها كده ابوها كرم الدنيا خالص. فلذلك الاب بيجي عريس لبنته العريس بيجهز الشقه على حسب امكانياته، على حسب اللي هو مش بطموحات الناس. حوار القبله للصاروخ ده عايزين نطلعه من دماغنا. وبعدين بيطلب منه مهر يرتضيه ويقدر عليه الشاب، وبعد كده الشاب بيتزوج وربنا سبحانه وتعالى بيبارك لهم في الزواج. في القسيمه بقى بنقول له اكتب خانه كده في الاشتراطات الخاصه ان المنقولات اللي في المسكن الزوجيه ملك خالص للزوج ولا يحق للزوجه المطالبه به. ليه؟ عشان اقفل الباب على الزوجه انها تطلب قيمه مثل بعد كده، مش لتخوين الزوج. اقفل الباب زي ما انا كاتب المؤخر فوق الشرط ده. يعني انت لو بصيت على الشرط ده هتلاقي فوقه مكتوب المؤخر لتأمين الزوج. الشرط ده لقفل الثغرات على الزوج ولتأمين الزوج عادي. تأمين الزوج والزوجة الاثنين لازم طالما في حاجة قانونية مفيش مشكلة، عشان ما يحصلش مشاكل والشيطان ما يقعدش يعشش في البيوت. كفايه الشياطين اللي ماليه البيوت في حاجه تانية من التأمينات ممكن الشاب او البنت تاخد بالها وهي بتعمل كده. البنت ولي امر مسؤول عنها، بس بالنسبه للشاب
لا خلاص، هو الشاب التأمين القانوني كده لما بعد كده بقى بندخل في حوارات بقى، هو ما كتبش قايمه وامن، ده التأمين اللي في ايده، وبعد كده رب العالمين سبحانه وتعالى يكفي ما اهمه. ما خلاص يعني واحد يقول لك اصل القانون ممكن الحضانه واصله لسن 15 سنه، اصل انا ممكن تخطف عيالي. انت عملت من اللي في مقدورك، ما فيش تنازل عن الاولاد، حتى القانون ما بيعترفش بيه، لان هم القانون بيخلي الموضوع الاصلح للطفل، فما بيعترفش حتى لو هي اتنازلت لك عن الولاد، القاضي ممكن ما ياخدش بيه. فهي ده في مقدورك ولا مش في مقدورك؟ يقول لي مش في مقدوري، خلاص سيكفيك اللهم اهمك. بس انت اتقيت ربنا في البدايه. تقوى ربنا هي الورقه دي ولا كل اللي احنا قاعدين نقوله بقالنا ساعه ولا ساعه ونص؟ تقوى ربنا كل اللي احنا بنقول، من اول ما فيش خلوه لزواج شرعي لكذا، كل ده منظومه كبيره جدا لازم الناس تركز ليها، علشان لما بنيجي في المشاكل. وانا عايز اقول لك على حاجه، اللي بيقول لك طب ده ممكن يبيعها، بقول له هات لي حاله واحده اتزوجت بالكلام اللي انا بقوله دوت ورماها في الشارع او باعها، مش هتلاقي. طب هات لي حاله بقى اتجوزت بعكس 13 مليون حاله، تعالى افرجك عليهم لف كده. وانا جالي شاب بيقول لي الكلام انت بتقوله ده انا ما بشوفوش خالص وبتاع، قلت له بجد ما بشوفوش؟ قال لي لا. قلت له هتعمل ايه؟ قال لي هروح اكتب قايمه وخلاص وبتاع، وانا مش هجهز نفسي، هم يجهزوا معايا. قلت له طيب ممكن اطلب منك طلب؟ قال لي ايه؟ قلت له ممكن تروح تلف لفه في محكمه الاحوال الشخصيه. قال لي سهله والله. الاخ لفه في محكمه الاحوال الشخصيه وجاي لي محطم نفسيا وبيقول لي ايه انت كنت بتقول لي ايه يا عم الشيخ؟ انا هعمل اللي انت بتقول لي عليه. ما دول كلهم ناس ما قفلوش الثغرات. نعم. دول كلهم ناس ما قفلوش، ما امنش نفسه ولا امن زوجته ولا قفل ثغرات الشيطان عليه بالشرع. ولما بيجي ليا في مشكله اقسم بالله بطلع له بلاوي في حياته كلها، وبعد بيقول لي انا معترف بيه. طب ليه ما تعيش حياه سعيده؟ هو الحياه السعيده دي معناها ان لو حتى اقسم بالله حتى لو بقى في طلاق بعد كده هتلاقي في تراضي وفي احترام وفي كامل وفي بركه في الحياه بعد كده، وتلاقي العيال ربنا بيحفظهم ببركه البدايه من الاول. لكن اجوز واحد عشان اربط واحد وامضيه واعمله والكلام ده كله، هي دي الحياه اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا نعملها لبناتنا؟ لا مش دي الحاله خالص. لا. طب نفرض ان هو خلاص اتجوز وامن نفسه وامن زوجته، حصل عدم توافق بعد الزواج. نعم. في كتير بتلاقي او مثلا بتلاقي بعض القصص اللي يقول لك ايه، هو وجد بعد الزواج اللي هي بتأذيه مش قادر يكمل معاها. نعم. هي او هو بيأذيها ومش قادرة تكمل معاه. امتى يكون الاستمرار ظلم الطرفين ولحد امتى تصبر؟